وبكده الصينية بتاعة البطاطس استوت معانا. اللي عايز يحطها في الفرن تحت الشواية شوية تاخد وش كده جراتان يحطها، مفيش اي مشكلة. انما اللي عايز يخليها كده مفيش اي مشكلة خالص. كده هغرف معاكم منها. عملت جنبيها شوية رز كده بالشعرية، هغرف معاكم كده. هتعجبكم جدا، هتجربوها ان شاء الله وهتدعولي. كده عندي كل حاجة مستوية فيها. بالشكل ده البطاطس اهي، والجزر واللحمة كمان مستوية، طعمها جميل جدا، هيعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو النهاردة ادعموني بلايك واشتركوا في القناة، وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة صينية بطاطس باللحمة المفرومة. عندي هنا في واحدة جزر، ممكن تزودي في الكميات اللي انت عاوزاها حسب الصينية اللي انت هتعمليها. وعندي هنا بطاطس، وعندي هنا لحمة مفرومة. هحط عليها المكونات بتاعتها كلها. انا بشرت هنا معاكم بصلاية، وعندي هنا في حزم من الكزبرة الخضراء. ما تحطيش بقدونس على اللحمة المفرومة لانها بتغمق لون اللحمة قوي. عايزة تعملي اللحمة المفرومة ككرات او اقراص زي الطعمية كده، بتحطي عليها كزبرة خضراء، بتديها لون حلو قوي لما بتعمليها في الاكل. وعندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة. عندي هنا ملح وكزبرة ناشفة، سنة من القرفة، ومعلقة من الجنزبيل، فلفل أسمر، توم باودر، بصل باودر. وعندي هنا حبة من البهارات بتاعة اللحمة، إن وجدت، مش موجود مفيش مشاكل خالص. عندي هنا طبعا هحط كل المكونات على بعض بالشكل ده. طبعا انا لبست معاكم هنا جوانتي لان كل اللي بيدخل في الفيديوهات بيقول لي ما بتلبسيش جوانتي ليه. انا مش بعرف البس جوانتي وانا بشتغل. انا بحب احس الاكل اللي انا بعمله بايديا، فمش بعرف البس الجوانتي خالص، فاعذروني يا جماعه. بس النهارده لبسته عشان خاطركم يعني، حتى لدرجه ان انا بلبسه انا مش واخده عليه، انا قطعته لان انا مش واخده ان انا البس جوانتي. في ناس عندها استعداد انها تلبسه كده. انا بصوا حتى وانا بعمل اللحمه مش عارفه احس الاكل اللي انا بعمله، فاعذروني يا جماعه لو لقيتوا فيديو من فيديوهاتي مش لابسه فيه الجوانتي او بتعامل بايديا عادي. انا بتعامل بطبيعتي في مطبخي عادي جدا، فاسفا ليا يعني وعذرا ليا. هنا هعمل معاكم كده اللحمه المفرومه بالشكل ده كويس جدا مع كل المكونات اللي احنا قلنا عليها، الملح والفلفل والكزبره الناشفه والسنه بسيطه من التوم البودر والبصل البودر، ومعلقه من معلش اعذروني يا جماعه بس كده لحظه واحده. هنحط كل المكونات كده مع بعضها. احنا قلنا ملح وفلفل وكزبره وتوم باودر وبصل باودر، معلقه صغيره من القرفه والجنزبيل. كده خلاص انا دخلت كل المكونات في قلب بعض بالشكل ده كده. لازم تعجني فيها كويس علشان تبقى مملحه وطعمها حلو لما تحطيها مع البطاطس. طبعا علشان تصبعيها ممكن تحطي حبه من الزيت في ايديكي، لانها لما تيجي تتعمل اقراص كده بالشكل ده هتحتاجي حاجه تلينها معاكي كده. انا هخلص المقدار كله بالشكل ده وارجع لكم تاني. هنا خلصت خلاص اللحمه بتاعتي وطلعت بالشكل ده. بعد ما خلصتها بالشكل ده عملت معايا الكميه دي. هبتدي طبعا اعمل دلوقتي اقطع معاكم الخضار اللي هيتحط في صينيه البطاطس كده.
حاولي تعملي البطاطس دواير، ولا هي تخينة قوي ولا رفيعة قوي، بالشكل ده. يعني السمك بتاعها يبقى كده عشان تستوي معاكي، عشان هتبقى محطوطة جنب اللحمة فكله ياخد سوا واحد بالشكل ده. والطماطم طبعا هنا خلاص عملنا مثلا البطاطس بالشكل ده، برضو الطماطم هعملها دوريات كده علشان تبقى زي البطاطس بالشكل ده. هوريكم انا عاملاها ليه كده. هنخلص بقية المقدار بتاع التقطيع وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت معاكم تقطيع الخضار بالشكل ده وعملت معاكم راس اللحمه المفرومه بالشكل ده، نبتدي بقى نطبقها في الصينيه بتاعتنا بالشكل ده. انا عندي هنا صينيه حسب طبعا اللي هتعملي فيها، سواء صغيره او كبيره حسب افراد الاسره عندك. هنا بتحطي قرص من اللحمه بالشكل ده، بتوقفيه كده، وبتحطي معاه او جنبه كده قرص من البطاطس، وجنبيه قرص من الجزر البصل، وقرص من الطماطم، وقرص من الجزر. هتبتدي تعيدي نفس الحكاية تاني وتحطي قرص كده من اللحمة المفرومة كده، وبعدين البطاطس، وبعدين البصل، وبعدين الطماطم، وبعدين الجزر. هتعيدي نفس الحكاية تاني لحد ما تخلصي معاكي الصينية كلها بالشكل ده. حاولي تعمليها بتنسيق شوية، الاكل ده اصله مزاج، عشان حتى لو ولادك ملهمش نفس ان هم ياكلوا كمية الخضار دي كلها في قلب الصينية الواحدة. هكمل معاكي بقية المقدار ده وارجع لك. كده عندي هنا الصينية خلاص خلصت بالشكل ده. بصوا منظرها حلو ازاي. طبعا في حاجات اكيد فاضت معايا احطها في النص بالشكل ده، لاني حرام طبعا الحاجات دي تترمي. هنحطها في نص الصينية بالشكل ده بشكل عشوائي، مفيش مشكلة، لان المكان اللي بيبقى في النص ده بيبقى ضيق شوية. وعندي خلاص كده اللحمة تمام. هعمل لها الصوص بتاعها وارجع لكم. عندي هنا جبت شوية مية، طبعا انا ما عنديش دلوقتي طماطم فهضطر ان انا اعملها بصلصة. اما اللي عايزة تعملها بالطماطم هتضرب طماطم في الخلاط عادي جدا كأنها بتعمل البطاطس العادية، وتروح حطها على المقدار ده وتحطها على النار عادي جدا. انا عندي هنا عشان عندي صلصة جبت شوية مية وهحط فيهم معلقة او 3 من الصلصة، معجون الصلصة بتاعنا كده حسب ما انت عايزة لون الصينية بتاعت البطاطس معاكي. حطيتي هنا معاكي الصلصة، هتنزلي بمعلقة من الملح عشان طبعا هتحدقي معاكي الصينية، وهتحطي معاكي نص معلقة كده من الفلفل الاسمر عشان برضو تحدقي الصينية معاكي وتطلع طعمها حلو. طبعا احنا محدقين اللحمة بس الخضار مش متملح. هنحط هنا معانا معلقة كده حلوة من الكزبرة الناشفة، وهنحط نص معلقة من الكمون. هنقلب كل المقدار ده كله معانا كده بالشكل ده،
وهننزل بيه على الصينية بتاعة البطاطس بتاعتنا بالشكل ده لحد ما تحسي انها خلاص كده استكفت. انا الصوص ده انا بعوزه في حاجات كتير، فما فيش مشكله ان انا كترت، لان لسه هعمل النهارده كمان وجبات عشان خاطر الناس اللي بطلع لها الاكل بالشكل ده. عايزه تحطي على الوش زبده بتحطي معلقه زبده حلوه، مش عايزه تحطي زبده ممكن تحطي حبه زيت، المتاح عندك موجود. انا عندي هنا بحب قوي احط عليها معلقه زبده كده كبيره على الوش قبل ما احطها على النار بالشكل ده. بتدي طعم حلو قوي للبطاطس وللحوم. وهحطها على النار. كده البطاطس عندي استوت. هحط الشوكة كده في قلب البطاطساية بالشكل ده كده كده استوت. وطبعا طالما البطاطس استوت اللحمة كمان اتشمعت واستوت هي كمان.